السلام عليكم الاحباب الاصحاب، توجور مع زيدان سنغافوره. الخير مليح وحنا امواليه. اليوم اصدقائي الطيبون مع حصه الخير وامواليه مع زيدان سنغافوره. غادي نحكوا لكم القصه الثانيه ومن حصه الخير مليح وحنا امواليه. زيدان سنغافوره والحاجه، وشكون هي الحاجه؟ المهم اصدقائي، كما العاده كما شوقناكم مع لي فيديو تاعنا ومع القصص نتاعنا اللي هما قصص واقعيه من واقع وين صراو لي انا اون بيرسون. زيدان سنغافوره. زيدان والحاجه. شكون الحاجه؟ الحاجه فلانه اللي ما غاديش نذكروا اسمها. الا راهي في الحياه الله يطول ربي في عمرك يا الحاجه، وإلا راكي في الممات نقول لك الله يرحمك ويوسع عليك وسمحي لي بالك ما عنديش رولاسيون معاك باسكو خرجت من الجزائر ومانيش في بلادي. دونك اصدقائي الحاجه اللي كانت كما نقولوا هي السبب. بالك نقولوا هي السبب باسكو طات لي دعوه خير اللي ما تتنساش. بالك هي السبب اللي راني اليوم هنايا في سنغافوره. ما على باليش مع ناس ما نعرفهمش كما راكم تشوفوا. بلاد بعيده، بلاد غريبه، بلاد ما على باليش كيفاش حتى وصلت لها. بلاد ما على باليش، ما كانش في المخيله نتاعي اني نجي لها. بالك هي السبب، بالك هي دعوتها اللي وصلتني هنايا. بالك. بسم الله وعلى بركه الله نبدو القصه. قصه هي بدات مع عمي فلان وين اتصل بوين كنت في المركز وين اللي كنت نخدم فيه. دونك انا كنت شويه طوايشي، ما كنتش نريح في البيرو نتاعي بزاف، كنت نريح في ريسبسيون. وين عيط فلان عيط فلان الو السلام عليكم. سلام. قال لي فلان، قلت له قال لي دار فلان. قلت له لا ماشي دار فلان اخويا، هذه لادمينستراسيون، هذه منظمه تربويه. كيفاش تقول لي فلان؟ قال لي شوف يا خويا، قال لي نحوس على فلان الفلانيه، اذا تقدر تعاوني. قلت له صديقي معنا كنت طوايشي شويه. قلت له شوف نبروبوزي لك، نعطي لك النيميرو تاعي، ريجستري النيميرو تاعي، عيط لي اون بيرسون ونهضر معاك. المهم هو كان متواجد من خارج البلاد، دونك من خارج الوطن، من خارج الجزائر متصل. الو عاود عيط لي في النيميرو تاعي. السلام عليكم. سلام اخويا، لا تقدر تعاوني؟ انا انسان في عمري 54 سنه ولا 55 مانيش نتفكر. الا تقدر تعاوني تحوس لي على فلانه. قلت له كيفاش نحوس لك على فلانه هذه انا وما نعرفها، ما تقول لي عليها؟ قال لي الحاجه زايده في لادات فلانيه، الدار الفلانيه، لا علينا. طالي لي كوردوني نتاعها، المعلومات نتاعها، اديتهم في بالي. قلت له انا نحوس لك عليها. من بعد يومين كي شغل انا كان عندي تاثر، قلت انا السيد هذا راه يحوس على الحاجه، علاه؟ نبغي نعرف انايا يفهمني اسك الحاجه هذه يعرفها من لافامي نتاعو، كيفاش علاش باغي يحوس عليها و دونك بزاف تساؤلات اللي كانوا في المخيله نتاعي. رجعت ليه قلت له انا شوف انا غادي نحوس لك عليها لله في وجه الله، بصح لازم تفهمني علاش وكيفاش وباغي تحوس وتعرف هذا العجوز. قال لي هو اختارق لي كذبه وين قال لي باللي ما هو ماشي كذب وانما شغل باش نعاونوا برك. قال لك يا ودي هذا الانسانه هو ما عندوش والديه، وهذا الانسانه هي اللي تعاونوا باش يعرف الوالدين نتاعو. بطبيعه الحال ديت المعلومات، خرجت ثم الكارتي هذاك لقيت شيباني كبير اللي كنت مضاصرو. دونك انا توجور مع الكبار هذو، عمو جدي عمي، كنت الفتى المدلل. دونك خرجت سقسيته قلت له يا الحاج ما تعرفش فلانه؟ قال لي نعم نعرف فلانه. قال لي بصح هذه فلانه راحت بكري وما هيش هنا وراه صار لها مشاكل ومنه باغي تعرف روح للدار الفلانيه. انا على نيتي ديت هذاك العنوان اللي قال لي عليه ورحت كيما نقولوا الدار الفلانيه هذيك نسقسي عليه. مي كي وصلت لهذيك الدار الفلانيه كان عندهم شي جار عائلي وين ما قدروش يستوعبوا لما قلت لهم الاسم نتاعها. دونك ما تقبلوهاش 100%. وصلوا وين حتى ولاو يجروا ورايا. انا عرفت ليسونسيال. رجعت للخدمه نتاعي، حكيت مع واحده تخدم معايا، قلت لها ودي انا شصرالي. قالت لي ودي حبس ما كان لا سي با لا بين
ما كان لا سي با لابين تكمل في القضيه هذه. راهم يا يدوك يرفدوك، يا تصرى لك حاجه يا ما على باليش. انايا كنت كيما يقول لك سوف طايره نتبع رياض الله يرحمه، كل شيء ممكن، كل شيء وكل شيء ممكن. دونك كملت في القصه نتاعي، وبغيت نوصل بالتحديد لهذا المراه اللي لازم نوصل لها، اللي هي الحاجه اللي راني نحوس عليها. دونك فاتوا شهرين، فات شهر، فات الاخرى ما كنتش نرقد. سيدي عيط لي يا درا يا درا يا درا يا درا، قلت له سي بون. المهم نكمل لكم الحكايه. لما هذوك الناس جاو يجروا مورايا شغل زلجوا في الهضره، قالوا لي تحوس تعرف فلانه لازم تروح للمضرب الفلاني وتلقاها. زلجوا في الهضره. دونك انا شديت هذيك الكلمه ورحت بعد شهر لهذاك المكان نسقسي على اولادها. دونك رحت نسقسي لهذاك المكان، نسقسي على اولادها. وين وصلت المضرب هذاك وسقسيتهم عائله معروفه. يا خويا ما شاء الله ناس الله يبارك، ناس ما عندي ما نقول فيهم، ناس ما شاء الله. اول ما استقبلوني هذا الناس قلت لهم ودي انا نحوس على واحده من العائله تاعكم. فوالا قالوا لي ودي حنا ولادها ماشي مشكل هاك نديرو. بورطون ناس قاريين مثقفين، ما عندي ما نقول فيكم. تحيه لكم، تحيه. عطيتوا صوره للشعب الجزائري، عطيتوا صوره للعائله الجزائريه، ما نجمش نقول لكم. المهم لا علينا اصدقائي، كملوا القصه نتاعنا. وين جبت النيميرو نتاعي، النيميرو نتاعها. عيطت لها، ماحشي نعيط ما نعيطش، قلت لها شوفي، قلت انا قبل ما نعيط انا نعيط للسيد يهضر معايا بلا كام، نشوفو يشوفني. المهم شفتو شافني، قلت له شوف صديقي انا نفري لك لافير، انا لقيت المراه افرح. هو قال لي ماذا بيك؟ قلت له نو حبس، انا باش نفري لك لافير لازم تبعث لي كوردوني نتاعك كامل، وانت وين زايد فوتوكوبي، درت لاكارت فوتوكوبي تاعو. سيتادير رايح الريسكي، ما عنديش انا ليسونسيال، رايح الريسكي، ما على باليش واش راح يصرالي واش ماش رايح يصرالي. ليسونسيال درت فوتوكوبي، درت كلش، درتهم في الباكاج تاعي. عيطت لها قلت لها الحاجه. المهم كي عيطت لها رفد عليا واحد، الكلمه الاولى قال لي السلام عليكم. السلام. قال لي واش خاصك يا البركه؟ قلت له ودي ما خاصنا غير صلاه النبي، حنا ما يخصنا والو، مادام انايا جيت ليكم وقصدتكم، انا غير واحد من العائله نتاعكم، ما بعيد باغي ندير، انت عارف راني خدام هنا في الجي، الا نقدر ندير صله الرحم معكم. قال لي مرحبا على العين والراس، انت فلان. كان السيد هذاك تاع اللي في الخارج عاطيني واحد لي زانفورماسيون، وين قال لي يا ودي كاين قال لي كاين عائله في الغرب هي تاعنا. دونك انا قلت له ماشي مشكل، العائله من الغرب ليسونسيال انا نجي. قلت له نجي على اساس اني العائله نتاعي. المهم درنا في رونديفو، فيكسينا رونديفو وين نتلاقاو، وتلاقينا في واحد الريستورون كبيره في الجزائر. ديت فوتوكوبي تاع السيد تصويرتو، لا 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 لا. تلاقينا اللي حد سلمت على الحاجه واش راكي لاباس. اول سؤال طرحته للحاجه قلت لها يا الحاجه عندك كاش مرض، عندك كاش سكر، عندك كاش لاتونسيون؟ كونفيرميت مع ولادها، كونفيرميت مع كاع العائله نتاعها اللي جاو معاها واحد 4 ولا 5. ليسونسيون في وسطهم خايف. قالوا لي وليدي اهدر شخصك. قلت لهم ودي انا غير صله رحم منا. قلت له شو معليش تخلوني نهضر مع الحاجه، كونفيرميو لي ما عندها حتى مرض. قلت الحاجه بغيت نسقسيك، قلت لها عندك كاش واحد في الخارج، كاش واحد في العائله؟ قالت لي ما عندي حتى، الناس كاع يبغوني وانت راك وليدي ومنا. قلت انا شوف انا حنقول لك الحاجه، قلت انا نعطي لك واحد التصويره استعرف فيها ولا لا. وقسما بالله العلي العظيم نهار اللي حطيت هذيك التصويره في الطابله، الخالق الناطق هي فوتوكوبي، هو فوتوكوبي نتاعها. المهم كي وريتها لها قالت لي هذا شكون؟ قالت لي قول لي شنو. كان نقول لك شوفي انت الحاجه شا عندك شا ما عندكش. قالت لي راني نحوس على وليدي. قلت لها نعم هذا هو وليدك اللي كتحوسي عليه، وربي قدرني باش نكون انا السبب باش تعرفي وليدك. انت راه في عمرك في الثمانينات وراه في 54 الله يبارك، وراه عايش في ليترونجي. تحيه ليك وربي يحفظك. ليسونسيال
قالت لي وليدي ودعات لي وقالت لي يرحم والديك، وقالت لي راه ماكش حتجي بصح راك دير دعوه الخير. وين لقيت الام بالابن نتاعها من بعد 54 سنه. من بعد ذلك عطيت لها النيميرو تاعو، النيميرو تاع الراجل هذا مع العجوز هذه. عرف امي متوجه، تلاقينا جاب لي كادو، تعارفنا الحمد لله يا ربي الله يحفظه، وندعي له يدعي لي وان شاء الله. والحاجه الله راهي في الحياه الله يحفظها، ولا ميته الله يرحمها. وخاوته عرف خاوته في ليطرونجي وعرف خاوته هنايا، والحياه تستمر. دونك وكل شيء ممكن. دونك هذا هو زيدان سنغافوره، وكانت معكم القصه الواقعيه من حصه دير الخير ومن حصه الخير مليح وحنا اماليه. تهلاو لي في روحكم بزاف بزاف، والسلام عليكم.